يلا بينا حبايبي نعمل مع بعض وصفة العيد اللي كلنا بنستناها من السنة للسنة. تابع معايا خطوة بخطوة واعملي أحلى فتة تفتح النفس وتلم العيلة على سفرة العيد. أول خطوة معانا هنبدأ باللحمة. هيكون معانا اللحمة غسلينها كويس جدا وهنحطها في حلة فيها زيت وزبدة علشان تاخد الصدمة، وهنقلبها بعد كده على الجنبين زي ما احنا شايفين مع بعض عشان تاخد الصدمة وما تاخدش معانا وقت في التسوية. ولازم نختار حتة لحمة ناعمة، وانا جبتها من الموزة علشان تكون ناعمة معانا. بعد كده هنغطيها بالمية المغلية، وبعد كده هنحط ورق اللوري وبصلاية صغيرة مقطعة ونص معلقة صغيرة فلفل وملح، ونغطي عليها لحد ما تغلي. وبعد كده هنشيل الريم مع بعض وبعد كده نسيبها لحد ما تستوي معانا. تاني خطوة هنعمل الرز في حلة فيها زيت وزبدة، وبعدين هنحط الرز بعد ما نغسله كويس ونصفيه. هنبدأ نقلب الرز في الزيت والزبدة كويس جدا علشان الرز يكون مفلفل معانا، يتغلف بالزبدة والزيت. وهناخد جزء من الشوربة ونحطها على الرز بنفس الصورة علشان الرز معانا يكون طعمه حلو. بعد كده هنكمل مية مغلية لحد ما المية تكون مرتفعة عن الرز بمقدار 2 سنتي، ونحط الملح ونهدي النار لحد ما يستوي. تالت خطوة هنعمل التقلية في طاسة على النار. هنحط زيت ومعلقة زبدة ونحط معلقتين كبار توم مفروم ونقلبهم في الزيت لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح. نقلبهم بنفس الصورة لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده بنحط معلقة صغيرة كزبرة ناشفة ونقلبهم، ونحط ربع كوباية خل بنفس الصورة ونقلبهم مع بعض. بعد كده هناخد جزء من التقلية ونحطه على الشوربة، والباقي نسيبه عشان هنعمل بيه الصلصة. وبنحط الصلصة على التقلية وبيكون قوام الصلصة تقيل. وبعدين هنحط مع بعض ربع معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة 7 بهارات وملح، ونسيبها لحد ما تتسبك. وبعد كده اخر خطوة معانا، انا جبت شوية رقاق وكسرتهم وحمرتهم في الزبدة لحد ما خدوا اللون ده. وهنبدأ نحضر الطبق اللي هنقدم فيه. بنحط الرقاق وبعدين هنحط عليه الرز بعد ما جهز معانا زي ما احنا شايفين مع بعض. قد ايه الرز مفلفل وجميل معانا. بعد كده هنبدأ نحط شوية شوربة على الرز بنفس الصورة. بعد كده هنحط اللحمة، لو حابين تحمروا اللحمة أو تحطوا عليها الصلصة زي ما أنا عملت كده زي ما تحبوا. وآخر خطوة معانا هنحط الصلصة، وبكده هتكونوا عملتوا أحلى فتة للعيد. وما تنسوش اللايك والاشتراك.